حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. رجعت وياكم فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله تستمتعون تقضون وقت حلو يا حبايب قلبي. وبالبداية رمضان كريم يا ربي عليكم ان شاء الله من عماده والرزق والصحة والعافية يا ربي. فهنا اليوم حبيت اصور لكم روتيني برمضان، ايش راح اسوي، ايش راح احضر، فحبيت اشارككم اكيد وياي خطوة بخطوة، وان شاء الله انتم تستمتعون تقضون وقت حلو يا حبايب قلبي. واكيد مشاهدة ممتعة حبايب قلبي. اذا انتم جداد على القناة لا تنسون اللايك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد. وهسه خلونا نبلش. طبعا الصراحة اني اليوم راح اسوي دجاج شوي وتمن وشوربة وهالسوالف وكل هذا خير وبركة من رب العالمين. عبالي اسوي يعني ويا كباب عروق او شي ثاني، بس صراحة ما قدرت، لان تعرفون الاول ايام شوية رمضان تكون صعبة بالصيام، ثاني شي لان انا اسم الله عليكم مريضة فما قدرت يعني اكمل كل الشغل. فهنا خلونا نبلش نشوف ايش قدامها عندنا، وان شاء الله انتم تستمتعون ومشاهدة ممتعة اكيد حبايب قلبي. وهنا بنات مثل ما تشوفون طبعا راح احضر الشوربة. الشوربة انا ما يعني احمس لها بصل الا تستوي وبعدين افرقع لها بصل. هسه اشوفكم النتيجة النهائية شلون تصير. هسه راح اخليها على النار واشوف ايش عندي ما عندي ومتى احضر، وبعدين ارجع لها من تستوي انصيها، بعدين ارجع لها افرقع لها البصل والزيت واخلي لها الكركم والماجي والشعرية. وهنا بنات مثل ما تشوفون الصلصة مال الدجاجة، خليت لها لبن، شوية كاتشب وماجي دجاج وثوم وليمون. راح اخلطهم خلطة كلش خفيف، ما خليت لها ملح لان الملح انا راح املح الدجاجة وراح اخليها، ويمكن اضيف لها شوية معجون على مود تصير دجاجة حمراء. هسه اشوفكم النهاية بقى بنات. طبعا الريحة دمار. اذا تحتاجين فلفل اسود، اذا تحتاجين مثلا باربيكيو، الصراحة انا ما خليت لا فلفل اسود ولا خليت دبس الرمان همتين خليت، فما خليت لا فلفل اسود ولا فلفل احمر لانه شوية احنا مرضى فمو زين علينا. فانتو بعد هي انتو حسب انتو شو تحبون تخلون. هسه هاي الدجاجة راح اغسلها غسلة كل زينة وراح اسويها وياكم، راح املحها واخليها بالفرن. كل ما تخليها من وقت كل ما تصير طبعا تصير طعمها يجنن. انا راح اخليها بالاربعة او 4:15 راح اشغل الفرن بيها عليها وراح اخليها. وهنا بنات مثل ما تشوفون طبعا ملحته، ومثل ما تشوفون بقى اقصقص منها هماتين، اخلي الملح بداخله على مود كلها تشرب ماكو شي يصير يعني فيها فهواء مثل ما يقولون. فهنا مثل ما تشوفون هذا ايش راح اسوي، راح اقلبها. طبعا هذا كليته مملح كليته جاهز. عندي هاي الصلصة مثل ما قلت لكم ضفت لها المعجون. هسه راح ادير لها نص هنا مثل ما تشوفون تصير طعمها يجنن. والزيت هسه اخر شي اديره. هسه مثل ما تشوفون هاي راح اقلبها خليها على نار، هذا انا خليها بالفرن الكهربائي كذا عندكم. وهنا مثل ما تشوفون شكلها النهائي. هاي راح ارتب لها ترتيبات، بس راح اخليها تدور هذا الزيت هنا. راح ادير لها وادير لها نص قلاص مي وعلى كيفها يعني عمود تستوي. بنات شكلها يجنن يعني. راح ادير لها هي هاي كاسة ماي الصلصة مالتها، ادير لها ماي اكيوانت بس راح اخليها بالفرن ونكمل الاكل وياكم. هاي خليتها بالفرن، اخليها على نار ناصع وتستوي هي على راحتها. هسه نشوف ايش عندنا ما عندنا ونكمل وياكم حبايبي. وهذا التمر مثل ما تشوفون راح افلسه وراح احمس له سمسم. وهنا مثل ما تشوفون هذا عدس استوى عندي، راح انصيها وبين احمس البصل والشعرية والمي واضيف لها بهارات، وانتم بعد شو تحبون تضيفولها تضيفولها. وبنات اني اسويها بالمهراسة شوي اهرسها
طعمها يسوي جنن على شلون مال برا كلش طيب شلون مال مطاعم. هسه راح اسويها وياكم وراح احضرها. لا بنات مثل ما تشوفون حمص الثوم وبصل بالشوربة بنات جربوها كلش طيبة. وهنا بالشوربة يعني انا خليت تقدر تفور خليت الشعرية وهاي السوالف تقدر تسويها. وتسوي على كيفها. شوفون خليها على نار ناصية. يسلمكم العافية أكيد حبايب قلبي. وهنا أنا إيلين طبعا بتساعدني بتسويلي التمر لأن زنوبة كلش مريضة فهي حبت تساعدني وأختها ايديها يعني مرضوضة ما تقدر فدائما هي وياي. قولي هلا إيلين. هلا. يلا عافية عاشتيلك. خليت لها دهن جنة وهسه راح أحمس التمر راح اسوي لكم. طبعا سهيت السمسم همتين خليته على صفحة هسه اكمل لكم سوى حبايب قلبي. هنا بنات مثل ما تشوفون طبعا انا مثل ما قلت لكم حمست التمر. اني اسوي بهاي الطريقة افتح شلون الكبة لو احشي جوز لو احشي راشي. هسه ايش راح احشي راشي. هنا مثل ما تشوفون عندي هذا الراشي مع بنات. هسه حضيف له حاخذ هيك حاشوقه وراح اديره بنص الراشي. البنات يجنن يطلع طعمه. جربوه انتو اكيد همتين راح تحبوه. شو بنات هيك يجنن. طبعا راح اسوي قسم لان اكو بيهم ما ياكلوا يعني التوم ما ياكلوا بالراشي راح اخلي هذا القسم انه الفطور. واكيد سهمكم الف عافية حبايب قلبي. شوية انا بقى بنات تشوفون شوف بنات يجنن. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على مود يوصلكم كل شي جديد. ورمضان كريم عساكم من عواده حبايب قلبي. وهسه نشوف ايش عندنا ما عندنا ونكمل. هذا القسم الثاني راح اعوفه لانه التوم نفس ما قلت لكم ما ياكلوه فراح اعوفه هيجي. ايش راح نسوي؟ نغطيها بعدين نقدمها للاكل. حبايب قلبي طبعا وصلت وياكم الى ختام الفيديو واكيد ان شاء الله رمضان كريم عليكم وعودة بالصحة والعافية. واذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ان شاء الله استمتعتوا وقضيتوا وقت حلو وياي. طبعا هاي ركن هيك سويته بالمطبخ كلش حلو عجبني وهاي تغييرات البيت. وان شاء الله استمتعتوا وقضيتوا وقت حلو وياي. وهسه ان شاء الله ارجع لكم باذن الله ايام الجايه فيديوهات حلوة. ومع الف سلامة حبايبي باي باي.